سعد راح، انت طبعا كل حاجه هناك مكتوبه بالكوري. اوكي. فقال لي تعالى ايه احنا هنفرد شعرك. قلت له انا عايز افرده اصلا، زهقت منه. تعالى شكلي اصلا مش طبيعي. رحت ماسكه قلت له كان شعري قصير، فقلت انا عايز افرده واطوله شويه وبتاع واعمله كده. عايز انزل بقى اشوف بقى مراتي بقى، كنت بكلمها فعايز انزل وقت جاي من بره يعني انا كده جاي من بره حلو يعني. فقال لي تعالى. نزلنا قعدنا نلف وبتاع. انت مش فاهم حاجه، تعالى خد. رحنا داخلين وبتاع. قال لي خش الحمام، خش اغسل شعرك. داخل غسل شعري. كان هو حسام حسن. حسام طلع، حسام عامل بقى فيها اللي هو الجنيوس بتاعنا اللي هو بيقرا كل حاجه. اللي هو الفاتي ده. حسام ما شاء الله يعني متعلم وبيقرا انجليزي يعني متعلم من صغره حسام. اوكي. فقلت خلاص انا واثق في حسام مش واثق في سعد. ماشي. انا عارف اللي سعد هيدمرني. أوكي. في اي حاجه هيدمرني. خش انت بس اغسل شعرك وبتاع. فحسام راح جايب العلبه كده، العلبه كبيره تشوفها ما شاء الله يا امير. احنا في كوريا بقى، احنا موهومين طبعا. رحنا داخلين، خرجت نشفت شعري. سعد يحط لي وحسام يحط لي، سعد يحط لي وحسام يحط لي، ويقعدوا كريم كده. كريم دقيقه دماغي تولع، دقيقتين جهنم، 3 دقايق مش قادر. اسكت انت فاهم حاجه؟ كل ما تسخن كل ما تديك احسن. مش فاهم اي حاجه، انا قاعد مش فاهم اي حاجه. انا كل اللي انا مش قادر بموت. اخر ما زهقت سبتهم وجريت. اقعد ايه المجاله. دخلت يا امير والله العظيم يا امير زي ما بكلمك. دخلت بغسل شعر كله بيقع يا خبر. وهم بيضحكوا. كل اللي قبله ساعتها امير اديله باي حاجه وانا ماسكها بقى. طبعا دي قهره، اي حاجه تتخيلها. دي قهره، دي حاجه مش سهله خالص. شعري بقى بينزل وانا ميت. هو مش شعري ما وقعش يعني، الشعر اللي احنا فردناه وقع كله وقع. يا خبر ابيض. يا نهار احوس على اليوم دوت. اليوم ده بص يا امير، انا قعدت مخاصمهم والله العظيم. بقينا نشوف بعض في التمرين ساعتها ولا بص، هم في طريق وانا في طريق. يا نهار. طبعا محدش يجي جنبي، هم في طريق وانا في طريق. الكلام ده قبل كاس العالم. قبل كاس العالم بتاع 2009. وتصالحتوا ازاي؟ اتصالحنا، هم جم صالحوني في المطار. قالوا لك ايه بقى؟ جم صالحوني، عزموني ساعتها مش عارف على ايه كده. تعالى بس ومش عارف ايه هناكل ومش عارف ايه. سعد دخل على الست ساعتها، هو شيخ مش فاهم اي حاجه برضه. راح قال لها اتكلم زيها ولا حلال ولا حلال فراخ. كل انت فاهم حاجه. هو على طول انت فاهم حاجه. سعد قعدنا كنا وبتاع، ما تزعلش ومش عارف حقك علينا. قلت له صراحه مفيش حد بيهزر كده ومش عارف ايه وعيب يعني. بس سعد اللي وقع لك شعر. سعد هو اخويا يعني عشرة عمر. جميل. هو حسام يعني عشرة عمر. طبعا. كلمه عفروتو دي جت ازاي؟ كابتن بدر رجب وكابتن محمد وهبه. ايه بقى؟ كان اي حد يجي في الاختبارات يا امير يجيبوه انا. كانت ساعتها المسرحيه بتاعت استاذ محمد هنيدي كانت لسه نازله، وانا كنت بمسك كرة اعدي من اي حد. صحيح. بتاعت عفروتو صغير وقصير دي الاغنيه دي. فطلعت عليك بقى عفروتو ساعتها. امسك الكرة اعدي اموت العيال فرهضهم بالكرة. انت ما شاء الله عليك كنت لعيب جامد. طلع اسمه عفروتو، راح مسمينا عفروتو بقى. سبتت عفروتو بس جت من هنا من اللعب يعني. بعفرت الدنيا فعفروتو. مواقف اكيد كانت كتير حلوه، حتى لو موقف وحش زي بتاع شعرك ده، بس موقف تاريخي. بص مواقف جميله جدا، ومواقف بصراحه ربنا دايما بتفتكر صحابك بالذكريات الجميله وبالمحبه وبالود. واي نعم بص عشان ابقى صريح برضو، الدنيا بقت رتمها سريع، والدنيا طبعا بقت تلاهي، وكل واحد بقى مسؤول عن اسره وفين وفين لما بنتقابل. بس دايما عمرنا ما بننسى بعض، دي اجمل شيء. يعني دايما بنتلاقى برضو، دايما بنسأل على بعض، دايما مهما نروح ومهما نلف دايما بنسأل على بعض. دايما في ود ما بيننا وفي طبعا حب وفي احترام طبعا. طيب عايز اكلمك عن محمد صلاح. رأيك ايه في مسيرة محمد صلاح وهل كنت ممكن في يوم من الايام تكون زي محمد صلاح كده، لو كان يعني في شوية حظ توفيق انك توصل للمراحل اللي وصلها محمد صلاح، ولا محمد صلاح مختلف عن اي حد؟ بص اول حاجه انا بزعل من الناس اللي بتطلع تتكلم على محمد صلاح، لان محمد صلاح ده فوق النقد. فوق النقد؟ طبعا. ليه مفيش حد فوق النقد؟ لا فوق النقد. محمد صلاح فوق النقد من ناحيه ايه؟ ما انت ممكن تنقد اي حد فني عادي. لا
ده ما ينتقدش. لا يعني هات لي حاجه في محمد صلاح نقدر اللي احنا نعلق عليه، حاجه واحده بس. لو في ماتش مش كويس ممكن نقول صلاح مش ماشي كويس. نتكلم فنيا، يعني نتفق نختلف فنيا. يمكن محمد صلاح انت بتتفاجئ ان الناس بتطلع بتشرح محمد صلاح عشان تبقى ترند. لا في ناس تعمل كده فعلا يا جماعه للأسف. محمد صلاح اللاعب الوحيد اللي فوق النقد، ولما تيجي تتكلم على محمد صلاح يبقى ناس فاهمه كوره زينا. ناس فاهمه كوره، مش اي حد يطلع يهبد ويتكلم ويهجص وينخع عشان بس اسم محمد صلاح تبني عليه بقى الحلقه والكلام دوت. لا، محمد صلاح فوق النقد. دي وجهه نظري، اللي يزعل يزعل، بس دي وجهه نظري. فوق النقد الفني ولا فوق النقد الفني وفوق النقد كل شيء تتخيله. يمكن احنا نتفق نختلف فنيا، ماشي. يمكن هنختلف مثلا، هتختلف في محمد صلاح في 30% مش موفق مثلا صح. يمكن محمد صلاح الاساس طبعا نتكلم نقول محمد صلاح اصل بيجي المنتخب بيبقى حاجه وفي ليفربول حاجه تانية. يا جماعه ليه ارقامه مع المنتخب كويسه جدا. لا انت واحد جايب ما شاء الله 57 هدف حاجه كده. بتهزروا، ده فاضل له 9 اجوان ويجيب قرب يجيب كابتن حسام. وهيجيب كابتن حسام يعني. طبعا. فمحمد صلاح دي النقطه الاولانيه. اكيد الحظ والتوفيق لو كان معايا اكيد الحمد لله كنت هقدر ان انا اعمل كده طبعا. بس محمد صلاح الميزه الوحيده اللي يحمد ربنا عليها اللي هو طلع وهو صغير. فرقت معاه. طبعا. طبعا. هو انت جبت فعلا محمد صلاح في المعسكر بتاع المنتخب قبل الاولمبياد؟ لا كان شهاب اللي جاب. ايه اللي حصل؟ هم طلعوا ساعتها لعبوا كنا في اسبانيا تقريبا. ومحمد صلاح لعب ماتشين، انا ما رحتش معاهم المعسكر دوت، كان في خلاف اللي قلت لك عليه بتاع كابتن هاني رمزي. ولكن رحت بعدها بس رحت عارف اللي هو مش بشكل رئيسي يعني. عارف اللي هو ايه، جبر خواطر عشان كنت بلعب درجة اولى بس. اوكي. فمحمد صلاح لعبوا ماتشين ساعتها هناك بازل عشان محمد صلاح. قالوا طب خلاص احنا ممكن نعمل ماتش تاني عشان نشوفه يعني نقدر نقيمه لو كده نحكم عليه. فراحوا ساعتها قيموه، محمد صلاح احرز هدف او هدفين تقريبا. وخدوه ساعتها. ربنا كرمه وخدوه. ربنا كرمه وخلص القصه مع المقاولين وسافر هو سويسرا بقى. فالمفروض احنا بنتجمع في المنتخب عشان خاطر هنروح فين. فاضل لنا معسكرين تانيين. وبعد كده هنطلع على فين، على لندن. ماشي. هيقول القايمه كابتن هاني رمزي، والناس اللي هتروح لندن تروح والناس اللي ما تروحش خلاص. فمحمد صلاح تقريبا اتصاب هناك، فكان بيتواصل مع الناس وكده، محدش كان بيتواصل معاه. محدش كان بيرد عليه؟ لا كان من المنتخب. يعني صلاح كان وهو في بازل عشان يلعب دوره الالعاب الاولمبيه في 2012 في لندن. صلاح كان بيكلمهم، كان بيقعد يكلم الناس ومحدش بيرد عليه. وكلمهم وقالوا له خلاص كابتن هاني رمزي قال له يا صلاح يعني شوف لو هتتعالج هناك هتقدر تيجي. عارف اللي هو يعني ايه، مش متمسك قوي يعني. اللي هو يعني انت مصاب. فشاب قال له لا صلاح احجز على حسابك وتعالى. البطوله دي هتفرق معاك جامد جدا والله. وكان سبب رئيسي اللي شاب يقنع صلاح اللي هو ينزل، وفعلا بالفعل صلاح جه وتعالج، كسر الدنيا، جاب جون في البرازيل جامد جدا وفرقت معاه 180 درجه. صح. يعني هو خد بنصيحه شهاب وجه. كان ممكن ما يجيش. كان ممكن لان ما حدش المنتخب كان بيكلمه. لا يا خبر ابيض، هي حاجه ما حدش يعرفها يعني. سبحانك يا رب. يا خبر ابيض. تخيل انت بقى، يعني محدش كان شايف موهبه محمد صلاح دي ساعتها انت محتاجه وجه فرق معاك اصلا. سبحانك يا رب. اكيد محمد صلاح ده تعب في حياته طبعا. والجميل بقى يا امير يعني بصراحه ربنا يا جماعه، احنا بنشوف محمد صلاح لعيب الكوره. انا عايزكم تشوفوا محمد صلاح الانسان. محمد صلاح يا جماعه عنده كل حاجه مباحه بره. صح. كل حاجه تتخيلها. من الرفاهيه، من الحياه كلها هناك. انت عارف الموضوع عامل بره ازاي يا امير. والراجل ده يحافظ على نفسه ويبقى عنده القيم والمبادئ اللي هو اتربى عليها. وعنده الثبات الانفعالي دوت ويوصل لكل دوت. لا يبقى محمد صلاح ده راجل عظيم. طبعا. لا ده اسطوره بجد يعني. ويفضل ما شاء الله ربنا يكرمه ويفضل مستمر على نفس المستوى اللي هو فيه يا رب ان شاء الله ويكرمه. طيب خلينا نرجع معاك لحته اذربيجان. وقول لي ازاي جت بقى يعني رحت ازاي هناك وايه المواقف اللي حصلت؟ اصل معيش بلد غريبه اعتقد شويه تبع الاتحاد السوفيتي هم. فاحكي لي ايه ابرز المواقف او المواقف الطريفه اللي قابلتها هناك، والاوفر ده جالك ازاي اصلا؟ بص الناس دول كلموني
اكلمه كابتن تامر النحاس، احنا عايزين عفروتو ده فتره معايشه نشوفه. كنا في تركيا ساعتها واحنا كنا مخلصين الدوري هنا. انا رايح واقع بدنيا يا امير، خلصان ورايح للناس دي في رمضان. اوكي. فرايح انا لعيب جامد قوي بس بدنيا مش واقف على رجلي، مش احسن حاجه يعني. فروحت قالوا خلاص طب احنا ايه عندنا ماتش فاحنا ممكن محتاجين نشوف. اسف بس يا باشا. لا خد راحتك يا باشا خالص، اجيب لك غدا. لا حاسس ان انا قاعد في بيتي والله. حبيبي امير نورنا عفروتو والله. فلعبت معاهم الماتش ساعتها والله العظيم يا امير. جبت جون عالمي حلو. كان ساعتها المعسكر دوت كان فيه جلاتا سراي. اوكي. كانوا بيتفرجوا علينا، سقفوا لي ساعتها اللعيبه جبت جون عالمي. كرة جايه مردوده كده، حد من السرد باكات مطلعه بتاع الفرقه الثانيه بدماغه، فانا رحت موقف بيميني. واللي جاي مقابلني دوت يا امير رحت انا قاطم بيه كده، راح كله راح واقع. رحت عاملها بشمالي كده جون. حلو ده. خلاص قعدوا اتفقوا على كل حاجه. انتوا اذربيجان؟ قال لك هو ده اللي احنا شفناه في الفيديوهات، وهو ده اللي احنا يطلع واحد غيره. هو ده. وفعلا سبحانك يا رب قعدنا واتفقوا على كل شيء وكل حاجه البلد وانا كنت رايح اصلا يعني، انا كان هدفي اللي الناس دي فعلا بتشارك في اوروبا ليج. فانا كنت عايز هناك خطوه اللي انا هتشاف. فاهم قصدي. اسوق نفسي محطه يعني محطه زي بازل مثلا لمحمد صلاح كده، وربنا كرمه. ساعتها صلاح كلمني وانا هناك. قال لك ايه؟ هناك انت عارف بينزلوا تقريبا الجرايد بتبقى معروفه اللي ده مثلا جاي، وده اللي انا عرفته بعد كده يعني. فعرف اللي انا رحت يعني وكلمني ساعتها. قال لي عفوا انت بتروح حته غريبه قوي. غريبه زي ما انت قلت لي. طب بقول لك ايه المواقف الغريبه بقى اللي في بلد، انت رايح بلد غريبه؟ بص اجمل حاجه اللي البلد كانت مسلمه. طب كويس. دي كانت اجمل حاجه بصراحه. الناس هناك طيبه جدا بصراحه ربنا. الناس كلها في حالها. الناس هناك ملتزمه بصراحه ربنا في شغلها في عملها في كل شيء. الناس هناك بتشتغل باحترافيه يا امير. يعني الناس هناك بجد احترافيه. يعني هناك انت بتتمرن 3 تمرينات. مش تمرينتين او تمرين. والله على مدار الاسبوع 3 تمرينات، تمرينتين. ممكن تمرين ده لو صابع عليك اجازه يعني بيريحوك. نيجي الصبح كله يسيب عربياته في النادي، نفطر في النادي. ناخد بعضنا وبعد كده الباص بتاع النادي يودينا الملعب بتاعنا الرئيسي. نتمرن، نرجع النادي ناخد الشاور، ننزل نتغدى مع بعض. بعد الغدا في محاضره للفيديو، وقلت لهم لا انا مش فاضي للكلام ده. انا واخد على الرحرحه. فنقعد ويقعدوا يشرحوا لنا بقى بالفيديوهات بقى الخطه اللي احنا التكتيك اللي هنلعب بيه، الفرق اللي احنا هنقابلها، الامور دي كلها. بعد كده نطلع التمرين التاني اللي هو بعد الظهر دوت. بعد كده نرجع نقعد مع بعض نتغدى. ده لو تمرينتين. لو 3 تمارين بنصحى الصبح نروح الجيم، وبعد الجيم نرجع تاني. ونروح بقى الموضوع اللي هو بعد الغدا ده نروح الملعب ونرجع، والساعة 5 نروح الملعب تاني.